السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا اهلا متابعين. هنعمل ايه النهاردة؟ عندي كيلو دقيق، قلنا نعمله قرص بطريقة سهلة جدا ومقادير بسيطة ومش هيحتاج مننا وقت. فيلا نخش على الفيديو وهنشوف هنعمل ايه. يلا نسمي ونقول بسم الله. يلا نسمي ونقول بسم الله ونخش على الفيديو. هنعمل ايه؟ معايا كيلو دقيق، هجيب انخله. انا قلت اعمل لكم كيلو قراقيش، هنعمل قرص. معايا ايه اللي هنحطه على العجين او الدقيق؟ معايا معلقه كبيره خميره بيره على الكيلو دقيق، ومعايا معلقه سكر، معلقتين سكر، ورشه بيكنج باودر. خلاص هنحطهم على العجينه او الدقيق. وهنحط ايه تاني؟ رشه ملح، ربع معلقه ملح، وربع معلقه ملح. خلاص هنعمل ايه تاني؟ هنحط العجان بس كده. وهنجيب بقى ايه معايا؟ ربع سمنه، ومعايا 6 معالق زيت. انا هحطهم بالويم كده، 6 معالق زيت، وهنحطهم على الدقيق اللي احنا حاطينه اهو. وهنمسك ده نقلبه مع بعض. هقلبه في العجان مع بعضه. هحط ايه بقى؟ هحط اللبن. معايا كوبايه لبن. عايزه تحطي كوبايه زبادي حطي، عايزه تحطي لبن بودر على كوبايه ميه، معلقتين لبن بودر على كوبايه ميه حطي. عايزه تبدلي اللبن بكوبايه زبادي، عايزه تبدليه بكوبايه ميه على معلقتين لبن لبن بودره، ماشي. وهمسك الخليط ده كله اقلبه ببعضه، ولو احتاج هنحط له ميه هقول لكم، بس لازم نحط ميه عشان العجينه ما تنشفش مننا. اللبن كله خلي نصه لبن ونصه ميه عشان العجينه باللبن بتنشف. نفس الكوبايه هحط ايه؟ معايا كوبايه ميه، دي كوبايه صغيره، المعايره بكوبايه صغيره، فهحطها وهعجن مع بعض. دي بتتضرب، انا مش هحط ميه تاني، انا حطيت كوبايه اللبن وكوبايه الميه وهسيبها تتعجن وهشوفها محتاجه ميه تاني او لا. ادي العجينه اهي زي الفل اهي. عايزه تعجنيها شويه اعجنيها. وانا ضربها حلو قوي في قلب العجان، مش محتاجه حاجه. هعمل ايه بقى؟ هحطها تخمر قبل ما احضر حاجتي. ادي من نحطها تخمر زي ما هي كده في قلب الحله. وهعمل ايه؟ وادهن وشها شويه زيت كده. دهنت وشها وهحطها زي ما هي كده تخمر، وهغطيها بستريتش او غطا اللي انت عايزاه. ويلا نحضر الحاجه اللي على الحشوه بتاعتنا.
ادي العجينه خمرت اهي. بسم الله الرحمن الرحيم. هنفضي منها الهواء اهو بالراحه كده، نطلعها. ادي الصينيه اهي وسطها زيت. فانا هحشي القرص بتاعتنا بالجبنه. عايزين تحشوها بالجبنه اللي تعجبكم، عايزين تحشوها الحشوه اللي تعجبكم احشوها. فانا هقطع طبعا قد الليمونه اهو، الحجم اللي انتوا عايزينه اعملوه. هفرد العجينه على طول كده واحط فيها ايه قطعه الجبنه اهو، واقفل عليها اهو. لازم اقفل عليها حلو قوي مع بعض كده اهو. واللي قفلنا عليه نحطه تحت. اعمل واحده تاني. سهله جدا، ونحاول نقفل كده. اقفل عليها عشان الجبنه ما تخرجش بره. عايزين تكبروا تصغروا ده كله في ايديكم انتوا. لازم تقفلوا عليها عادي حلو عشان ايه ما تخرجش الجبنه منها. واللي انت قفلتوا عليه كده بصوا تخلوه من تحت بس كده. ادي انا خلصت اهو يا بنات، وفاضل حته عجينه. بصوا انا حشيت الصينيه دي ايه، حشيتها سكر. ايوه حاجه حلوه كده. عملت كله جبنه بس ايه دي اللي عملتها شويه سكر كده. لو عندك اولاد اهو بحشوه بسيطه جدا بس اهو. بس خلاص كده مخدتش وقت خالص معانا. واعمل افردها كده هعمل فيها حاجه. اعمل لها شكل كده
بصوا الجمال. بس كده. بصوا اهو الصواني بتاعتنا اهي. هسيبها ترتاح وبعد كده ادخلها الفرن اسويها ونرجع نشوف عملنا ايه مع بعض. ايه رأيكم يا بنات؟ القرص تحفة تحفة وجميلة، وبص خلصت ازاي، تحفة وشكلها روعة، جميلة جدا. وبص القرص مسكر تحفة، بص عاملة ازاي، بص مورقة ازاي، طبعا السكر ساح، جميلة جدا. انا عايزاكم تجربوها بالسكر، جميلة جميلة جميلة، ولا تقولوا لي عجوة ولا اي حاجة، تحفة. وبص بص القرص تحفة تحفة جميلة، بصوا مورقة وعاملة ازاي، هي سخنة مش عارفة امسكها، بصوا تسويتها، بصوا مورقة، جميلة جميلة. اتمنى ان انتوا تجربوها، وسهله جدا ومقاديرها سهله وموجوده في البيت، ما خدتش حاجه. ها، اتمنى ان انتوا تجربوها بطريقتي، واللي اول مره يتفرج على قناتي ما ينساش يحط اللايك ويعمل اشتراك عشان يجيله كل جديد من مطبخ مرمر. وجربوا وصفاتي وان شاء الله تعجبكم. اقول لكم ايه، لاول ما اقول لكم ايه، مع السلامه يا احلى متابعين في الدنيا. هتوحشوني من الفيديو ده للفيديو اللي جاي. اقول لكم ايه، سلام. ما تنسوش اللايك اللايك اللايك.